يلا بينا، هعمل معاكم النهاردة احلى مندي ممكن تجربوه. اول حاجة عندي معلقة سمنة عليها شوية زيت، وهنزل عليهم ببهارات هكتبها لكم في الكابشن. وبعد كده هنزل عليهم ببصلاية متقطعة، هشوحهم على النار 3 دقايق كده، وبعدين انزل بيهم على رز بسمتي مغسول واقلبهم مع بعض. بعد كده هتبل الفراخ. تتبيله الفراخ بتاعتي برضو هكتبها لكم في الكابشن. هنضيف لها زيت ونقلبها وندعك الفراخ كويس قوي بالتتبيله. بعد كده نرجع للرز تاني، هظبط له الملح بتاعه واحط عليه فلفل لو انتوا عايزينه سبايسي يعني. وبعد كده هحط الميه تبقى اعلى من الرز شويه. وبعد كده هقفله بالفويل، طبقتين فويل. وبعد كده هحط طبقه ورق زبده. وما تنسوش تخرموها عشان انا هنا نسيت اخرمها، فاضطريت ان انا بعد ما حطيت الفراخ قمت مخرمها. بس هنزل بقى تتبيله الفراخ وارش عليها شويه زيت، وبعدين اقفلها تاني بطبقه ورق زبده عشان ما يلزقش، وبعدين الفويل، وادخلها فرن سخن على درجه حراره 200 لمده ساعه. بعد ما تطلع هشيل الفويل وارجعها تاني على الشوايه لحد ما تاخد لون حلو. بعد كده ممكن تحط لها فحمايه كده وعليها شويه زيت عشان تاخد الطعم بتاع الفحم ده الحلو. وده اختياري، انا ما عملتش كده بس. وبعد كده نغرفها وبالهنا والشفا، جربوها وقولوا لي رايكم، طعمه خطير. كمان ممكن نقدمه مع سلطه الدقوس، انا حطيت على الوش شويه كزبره وشويه لوز وبس كده.